السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله هعمل لك شرح كامل ومبسط وسهل جدا بستهدف بيه الفئة اللي لسه ألف ب في الصيانة. تمام، همشي معاك واحدة واحدة. هشرح لك يعني إيه اسطوانة صيانة، وخصوصا الإصدار السادس. هو الإصدار السادس خلاص خلص وهنرفعه، بس مش هنرفع ونسيب الناس كده تايهة. أنا هرفع لك الإصدار السادس وهفهمك هي عبارة عن ايه، وتقدر تعمل من عليها ايه، وتستخدمها ازاي، واشرح لك شرح عملي من على الكمبيوتر نفسه. انا حبيت بس اعمل كده البداية، بس بحيث ان انا افهمك ان احنا هنشرح يعني ايه من ويندوز، ويعني ايه اصلا اسطوانة صيانة، وازاي اصلا تستخدمها وايه لازمتها. كل النقط دي انا هشرحها لك وامشي معاك واحدة واحدة. بعدها عمل الفلاشة بوت، ازاي تعمل فلاشة بوت. وزي ما قلت لك انا بستهدف الفئة اللي هي ابيض، الشخص اللي هو طالع كده الدنيا حاطة عليه مش عارف يعمل ايه، فهيبقى اضعف الايمان. فلاشة زي دي يعملها بوت ويطلع بفلاشة زي كده يشتغل بيها في اي مكان بإذن الله. يدخل بقى مكتب، يدخل مستشفى، يدخل مش عارف اي مكان، مدرسة، يمسك الاجهزة اللي فيها ويبقى هو كأنه عبارة عن الاي تي. انا معاك ان هيبقى لسه مبتدئ، بس بإذن الله ربنا هيكرمه وهتبقى هي دي البداية بتاعته. تمام، ياخد له بقى من هنا 50 على هنا مش عارف ايه على ايه، يجيب رزق يومه كده والدنيا تمشي معاه. تمام، ده اللي انا بستهدفه. مش فارق معايا الشخص الفاهم، الفاهم فاهم خلاص وربنا يعينه. انا بتكلم على الشخص المبتدئ، الشخص اللي لسه بيقول بسم الله صيانة. فاهمني؟ فاشرح لك يعني ايه اسطوانة صيانة، وازاي تعملها بوت، وايه اصلا اللي انا اقدر اعمله من على اسطوانة الصيانة. واشرح لك عملي ازاي اثبت اي ويندوز من على الاسطوانة. وباذن الله في برضه مفاجأة، الاسطوانة هيترفع منها اصدارين: اصدار لايت، حاجة كده مصغرة شوية، هيبقى حجمها زي 4 جيجا، لان هي فيها 3 ميني ويندوز وبرامج وتعريفات كبيرة وقصة كده. وفي اصدار تاني هيبقى الفل، الاصدار ده هيكون فيه 46 ويندوز، يعني في 3 ميني ويندوز وكمان في 46 ويندوز. تقدر تختار وتثبت منهم اللي انت عايزه، سواء ويندوز 7، ويندوز 8.1، 11، 10، كله موجود معاك وبيور، بدون حد ما يعدل عليهم ولا تعديل ولا اي شيء. بيور. اللي بيها انك بدي، هي هيبقى حجمها زي 19 جيجا عامة. هتعملها بوت على دي وتدخل اي مكان، هتبوت منها تثبت الويندوز اللي انت عايزه، وامورك جميلة والدنيا زي الفل. ده اللي انا بستهدفه وهو ده اللي انا ناوي اعمله باذن الله. نقطة تاني، هشرح لك ازاي تقسم الهاردات، ازاي تثبت جوست على الجهاز، جوست جديد، او تعمل باك اب من الجوست اللي انت عملته او الويندوز اللي انت عملته، يبقى خاص بالعميل وتريح دماغك، عشان فيما بعد شهر واتنين وسنة وتلاتة تقدر ترجع الويندوز تاني للحالة اللي انت كنت عاملها، عشان توفر على نفسك بعد كده. يبقى بدل ما كنت بتقعد مثلا ساعة، ساعة ونص، ساعتين برامج ويندوزات وتعريفات وبتاع، لا انت في 5 دقايق ريحنا دماغنا من القصة دي، ويرجع جهاز جديد بآخر تظبيط انت عامله. تمام. ازاي اكبر البارتيشنات بدون ما اعمل فورمات للداتا ولا حذف للداتا، اصغر واكبر واصغر من هنا واجيب من هنا لهنا، وهشرح لك كل القصة دي. تمام، وبرضه بطريقة احترافية وهيبقى عملي قدام عينك عشان تفهم. وبرضه خليك فاكر انا مش بتاع مشاهدات، انا مش بتاع يوتيوبر وتيك توكر ومحني، ماليش في الامور دي. انا اديك المعلومة صايمة ابتغاء لوجه الله، بس مش لازم والله منك اي شيء تاني. فاهمني؟ تاني نقطة، او رابع نقطة ايا كان، هنعمل برضو شرح ازاي تسترجع الداتا اللي اتحذفت، وبرضه هيبقى عملي قدام عينك. وبرضه هختصر لك، يعني الفيديو ده هيكون طويل سنة كده بس عشان بشرح لك ايه اللي هيتم في اللي جاي، انما اللي جاي هيبقى تك 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 على طول، شرح على السريع. فاهمني؟ يبقى ازاي تقسم وترجع داتا، وازاي تثبت ويندوزات بكذا طريقة، مش هقول لك طريقة واحدة، واسهلهم لحد اصعبهم بالطريقة العادية والاحترافية، كل ده هيتعمل. ازاي تتست الجهاز اصلا وتعرف مواصفات الجهاز، وازاي تختار الويندوز المناسب للجهاز ده. تمام، هشرحها لك. ودي محبة في احمد فوزي حبيبي. نقطة تاني، ازاي تستت المواصفات نفسها، يعني اعرف المواصفات دي ايه ظروفها، هل الهاردات ديت مظبوطة سليمة، حالتها عاملة ايه، الرامات ايه وضعها، الكاميرا، الصوت، المايك، ايا كان قطعة في كارت شاشة، كله هشرحه لك. تمام.
وازاي تكسر باسورد ويندوز مثلا لو عندك ويندوز جايب باسورد، ازاي تعدي من الباسورد. اشرح لك القصه دي، واشرح لك تحديث البايوس، هدي لك الاساسيات. تمام. الاساسيات دي خلي بالك انت لو حفظتها وفهمتها، بسم الله ما شاء الله، مفيش جهاز هيقف قدامك. لا ام بي ار بقى ولا جي بي تي، لا حديث ولا قديم. بس الموضوع يبقى محتاج تركيز، وانا برضو هنزل بالعقليه اللي يعني كده، اللي انا بتمنى اصلا اكون زيها. يعني انا بعيد عن الهري اللي انا فيه ده، مع احترامي للجميع يعني. هحاول ابسط لك الامور بحيث ان انت ربنا يكرمك وتبقى مصدر خير ليك ورزق ليك. فاهمني؟ بس فده اللي احنا هنعمله باذن الله الفتره الجايه. ومعلش اعذروني في الشرح، انا مش بعرف اشرح. يعني انا مش بقول لك انا كذا ولا بقارن نفسي بفلان وعلان، لا لا، انا مش بتاع شرح. فاهمني؟ بس انا الفرق ان انا عايز اديك معلومه مش اكتر، واديك طريقه مبسطه ليها. تمام. ولو في عندك اي حاجة استأذنك برضو، لو في عندك حاجة انت محتاجها غير اللي انا قلته ده، اكتبها لي هنا مثلا في الكومنتات او في ايا كان، او ابعتها لي على الخاص او اي حاجة يعني براحتك، واضيفها لك هنا في الليست ديت بحيث ان انا اشرحها لك واحنا عم بنعمل الفيديو. كفاية كده 6 دقايق رضا أوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.